السلام عليكم. النهارده بقى قررت إن أنا أجيب لكم بطيخة، البطيخة القمر دي هاقول لكم إزاي تنقّوها عشان تبقى حلوة أوي ومسكّرة، وربنا يسهّل بس والكلام ده يطلع صح بجد، وكمان هاقول لكم الفوايد بتاع البطيخ والعيب اللي لازم تعرفوه كويس أوي قبل ما تشتروا البطيخ وتاكلوا منه كتير، علشان ربنا يسلّم. أول حاجة لازم تشوفوا العلامة الصفرا اللي أنتم شايفينها قدّامكم دي، الحتة دي لازم تكون صفرا، لو بيضا هتبقى البطيخة قرعة ومش مستوية، لكن لازم تكون صفرا عشان تبقى كاملة النضج. تاني حاجة بقى شايفين العلامة دي؟ العلامة دي معناها إن النحل وقف عليها وقت التزهير يعني، يعني النحل ما بيقفش على حاجة إلا لمّا بتكون كاملة النضج ومسكّرة وحلوة كده، فتضمنوا برضه إن هي تبقى حلوة أوي، ولو كترت أكتر يبقى أحسن بكتير. تالت حاجة التعريجات اللي أنتم شايفينها الخطوط اللي بالطول دي، شايفينها؟ دي برضه معناها إن البطيخة حلوة. رابع حاجة بقى أنا مش عارفة بصراحة إذا كان ده اللي قصدهم عليه والّا اللي الناحية التانية، لازم يكون صغير أوي، اللي هو إيه، ده مكان العنقود تقريبًا، ويكون كمان داخل لجوّه علشان القشرة ما تبقاش تخينة، والّا قصدهم على ده؟ بصراحة أنا مش عارفة هنا. بعد كده والأشهر بقى بالنسبة للي بيشتروا بطيخ، إنكم لمّا تخبطوا عليها كده تسمعوا صوت رنة، يعني ما تبقاش مكتومة، وبعد كده بقى لمّا تيجوا تشيلوها تحسوا إنها تقيلة أوي، تقيلة دي معناها إن هي بقى مستوية وكاملة النضج زي ما بيقولوا، أنا بصراحة شايلاها بالعافية. وفي كمان علامة أنا مش لاقياها في البطيخة بصراحة قعدت أدوّر عليها، اللي هي يعني بتبقى فيها زي خرابيش أو تنميل كده، المهم يعني كفاية شوية العلامات دول إن شاء الله تطلع حمرا كده ومستوية. يالّا بقى بعد ما نغسلها كويس أوي تحت المَيّة الجارية نسمّي بالله ونفتحها، يا رب، يا رب ما تكسفنيش البطيخة دي وتطلع صح. لأ دعواتكم معايا بقى، يالّا. الله! والله طلعت حلوة، بس هي يعني قشرتها اللي تخينة شوية، أنا بصراحة مش عارفة دي بقى المفروض ننقّيها إزاي علشان القشرة تبقى رفيّعة. المهم يعني مش هي حمرا وبس، لأ دي كمان طلعت مسكّرة جدًا بقى، أنا اللي دُقتها وإيه، حاجة عظمة. المهم بقى أنا دلوقتي هاقطّعها بالنسبة للولاد مكعبات، عشان هُم متعودين على كده بياكلوها بالشوكة، أمّا بقى بالنسبة لي هاورّيكم. بس وإحنا بنقطّعها بقى كده نستفيد بالوقت ده وأقول لكم على شوية معلومات عرفتهم عنها لكن حلوة أوي. أول حاجة هي فيها 91% منها مَيّة، والباقي بقى عبارة عن ألياف، ومش كده وبس، لأ فيها كالسيوم ومغنيسيوم وكمان بوتاسيوم وفيتامين A وفيتامين C، وكمان بيساعد على الهضم وملطف جيد للأمعاء، وفيه كمان مضادات أكسدة وكمان مقوي للمناعة، ده إيه البطيخ الجامد ده! وبيخفف كمان من آلام العضلات، يعني عشان الناس اللي بتعمل رياضة بقى وبتروح الجيم وكده دايمًا بينصحوهم إن هم ياكلوا شوية من البطيخ كده، وكمان مفيد لصحة الجلد ومضاد للشيخوخة، الله! لا ده الواحد ياكل بطيخ، بس ياخد منه قد إيه؟ لأ خلّوا بالكم بقى عشان هنا المشكلة، إن إحنا ساعات بناكل طبق بطيخ حلو كده وإحنا مش عارفين إن فيه كمية سكر مش قليلة. يعني بالنسبة للناس اللي عندهم مرض السكر ربنا يشفيهم ويشفي الجميع يا رب، ما ياكلوش أكتر من 100 جرام علشان يعني ما يأذوش نفسهم، ال100 جرام دول يعني طبق صغير كده حلو ومحندق، أما بالنسبة للباقي بقى فهم براحتهم خالص. أما بقى بالنسبة للتقطيعة المفضلة ليا واللي هي من أيام بابا الله يرحمه، كان بيجيب البطيخ حلو حلاوة يا جماعة، أنا مش عارفة كان بيجيبه حلو أوي كده إزاي، والّا يمكن البطيخ كان زمان حلو عن دلوقتي. المهم يعني كان بيقطّع لنا البطيخ بالطريقة دي وكان اسمها شقة بطيخ، هات بقى شقة والّا 2 كده يا نهار أبيض! وكمان عرفت إن أحسن بطيخ ممكن تاكلوه هو بتاع بلطيم، مش عارفة إذا كان في بلاد تانية بتطلّع بطيخ برضه حلو أوي كده والّا لأ، ودي أصلًا أصلها منين مش عارفة. المهم يعني لو في أي معلومة أنتم تعرفوها يا ريت تقولوها لنا في التعليقات ونستفيد بيها كلنا. البطيخ ده طلع حلو أوي يا جماعة، واللي أحسن من كل ده بصراحة إن لو الخضري بتاعكم أو الفكهاني يعني راجل كده عنده ضمير وكويس ممكن تشتروا من عنده البطيخة وهو ينقيها لكم لو أنتم مش هتعرفوا تعملوا كل اللي أنا شُفته ده. بصراحة أنا قعدت أدرس كويس أوي كل المعلومات عن البطيخ قبل ما أجيب البطيخة وأطلّع لكم الفيديو ده. وبالنسبة بقى لكل حبايبنا العرب، يا ريت بقى تقولوا لي برضه عندكم البطيخ بيبقى شكله إيه، وإيه المعلومات اللي تعرفوها عنه، وبتنقوها إزاي، وزي عندنا كده والّا لأ؟ بس هنا بقى أنا عايزة أقول لكم إن أنا لازم أغطيها قبل ما أحطها في التلاجة باسترتش كده، علشان خاطر ما تعملش وِش وكمان ما تكرفش من أي حاجة تانية، دي حاجة. تاني حاجة لو مش موجود الاسترتش ده هنعمل إيه؟ ولا أي حاجة، هنجيب كيس بلاستيك عادي خالص بس ما يكونش يعني استعمل قبل كده، ونحط فيه البطيخ ونحطه في التلاجة، بكده بقى تضمنوا إن هو لا هيكرف ولا هيبوظ ولا هيجرى له أي حاجة. وما تنسوش تصلّوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات عشان ده شيء مهم جدًا، ده أولًا. تاني حاجة بقى يا ريت لو عجبكم الفيديو تشيّروه بقى عشان كل الناس تستفاد من البطيخ ويمكن تعرف تشتري البطيخ صح. تالت حاجة بقى وده حاجة شخصية ليّا، ما تنسوش اللايك، وكمان تقولوا لي رأيكم إيه، وأي معلومة بقى تعرفوها عن البطيخ نستفاد بيها كلنا، وألف، ألف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم.